نجاحك مش بس انك تكون لسه شغال، النجاح الحقيقي انك تكبر في شغلك. في ناس بتشتغل طول اليوم بس مشروعها واقف مكانه، لكن في ناس الشغل بتاعها كميته اقل بس الارباح بتكون اكتر بكتير. اول حاجة لازم تفهمها ان الشطارة مش انك تشتغل كتير، الشطارة انك تشغل عقلك اكتر. طيب هتعمل ايه دلوقتي؟ اول نقطة، ما تشتتش نفسك. حاجة واحدة في وسط خدماتك هي اللي جايبالك اغلب العملاء، كبرها بدل ما توزع مجهودك على حاجات كتير. تاني نقطة، اعمل نظام بسيط. اي حاجة بتتكرر حولها لطريقة واضحة، ردود ثابتة، خطوات متابعة. النظام اللي هو السيستم بيوفر وقت ومجهود اكتر مما تتخيل. تالت نقطة، فكر في التفويض. مش ضروري تعمل كل حاجة بنفسك، في شغل غيرك يعمله بدل منك احسن وافضل منك واسرع. طبعا لو فضلت شايل كل حاجه على نفسك عشان تقلل عماله، مشروعك هيقف عندك. النمو الحقيقي ان المشروع بتاعك ينضاف ليه افراد اكتر انتاجيه. خليني الخص لك اللي فات. كده انت بدات من الفكره واختبرت السوق وقدمت خدمتك صح وبرضه سعرت مظبوط، والاهم انك كسبت العميل بتاعك وخليته يسوق لك. ساعتها انت عملت اللي عليك. كمل والنتيجه باذن الله هترضيك. أنا أحمد طلبة، ولو استفدت من السلسلة دي تابعني، لأن اللي جاي هيفيدك أكتر. بالتوفيق.